تتجوز؟ سؤال بسيط بس في نفس الوقت معقد جدا، وعلشان اكون صريح معاك انا مش جاي اقول لك اتجوز وخلاص، ولا جاي ابيع لك حلم وردي، ولا حتى خوفك من العزوبيه والوحده. انا جاي اكلمك بلغه انسان فاهم يعني ايه تبقى شاب في الزمن ده، والجواز بالنسبه لك مش واضح وممكن كمان يبقى مرعب. ناس كتير فاهمه ان الجواز مجرد ورقه وشقه وقايمه، بس الحقيقه اعمق من كده بكتير. الجواز في اصله هو احتياج نفسي قبل ما يكون اجتماعي. ربنا خلق الانسان بطبعه بيحتاج المشاركه، بيحتاج حد يسمعه يحس بيه ويعيش معاه الحياه، مش بس علشان يكمل نص دينه لكن كمان علشان يكمل نفسه. لو رجعنا لاصل الفطره هنلاقي ان كل واحد فينا بيحس في وقت انه مش كفايه لوحده، مش ضعف ولا قله، ده لان ربنا خلقنا نميل للسكن، وده التعبير اللي ذكر في القران لتسكنوا اليها. السكن مش مجرد بيت، السكن حاله نفسيه واستقرار وامان، لحظه ترتاح فيها من دوشه الدنيا وتعرف فيها ان في حد شايفك وفاهمك ومش بيحكم عليك. في ناس بتخاف من الجواز علشان شافت نماذج مش افضل حاجه، شافت اب وام بيتخانقوا او اتطلقوا، او ممكن يكونوا في بيت كله برود وبعيد تماما عن المشاعر الدافيه. وفي ناس شايفه ان الجواز عبء وتكاليف ومسؤوليه وضغط ومفيش فيه اي حافز. بس خليني اقول لك المشكله مش في الجواز، المشكله ان محدش علمنا يعني ايه جواز، محدش علمنا نتجوز ليه وازاي. الجواز مش هروب من الوحده، ومش مجرد وسيله تحل بيها مشاكل نفسيه، ولا هو مشروع استثماري الهدف منه تحقيق اكبر مكسب. الجواز مشاركه وتفاهم، علاقه بين اتنين شايلين بعض بيسندوا بعض وبيكبروا مع بعض. في الجواز انت بتلاقي مساحه تكون فيها نفسك من غير تمثيل، مكان تقول فيه انا تعبان من غير ما تحس انك ضعيف، مكان تتحب فيه رغم عيوبك مش لانك مثالي